بسم الله وباسم الوطن، باسم الوطن وباسم الإعلام وباسم السلطة الرابعة. نحن اليوم سعيدين جدا بوجود قناة المقرن معانا هنا. الغناء اللي حل لنا المشكلة، الغناء اللي نحن قاعدين نفتكر انه اللي حل لنا المشاكل بتاعت القنوات السودانية اللي ما قدرت انها تعمل، تقدر تبث بشكل تعددي او ما قدرت تحتوي التعدد والتنوع الثقافي الموجود على مستوى الدوله السودانيه. يكون اننا هنا للمراه، ما اننا تمثيل للفئات الزراعيه والرعويه والناس الغرى النائيه والناس الرواكيب. ده قاعد تكون موجوده في القنوات اللي قاعد يقولوا القنوات الوطنيه. قناه المقرن وجب حيحلوا الاشكال الموجود ده اللي هو التنوع الثقافي، التنوع الديني، التنوع العرقي، والتنوع وحتى التنوع بتاع الفئات والمناطق. بالاضافه لانه يعني الغناء الوحيد اللي قدرت انها تمرق خارج الوطن، لانه القنوات اللي قاعد تكون على مستوى الدوله السودانيه ما قدرت تمرق خارج الوطن، هي الغناء اللي مرقت خارج الوطن. والدلاله لذلك هسه موجود معنا في الجاليه السودانيه في كوفنتري. الماء حتى التلفزيون لو سالته انه في جاليه السودانيه في كوفنتري ما بيعرف، لانه اصلا ما قاعد يهتموا بقضايا اللاجئين ولا حتى بقضايا المهاجرين. يعني قاعدين يكون اننا حوالي 2 مليون مهاجر على مستوى اوروبا، هنا على مستوى اوروبا مشتتين، والقنوات السودانيه دي ما قادره هسه تصلهم. برضه يعني احنا قاعدين نكون عندنا نازحين على مستوى المعسكرات، في الدول المجاورة على مستوى الدولة السودانية، مثلا يوغندا، إننا في ساوث السودان، إننا برضو في تشاد، إننا في كينيا، إننا في حتى المهاجرين السودانيين وصلوا لغاية غانا غرب. حتى القنوات دي ما قادر تصلها. لذلك انه الشعب السوداني ذاته قامت يعني زي يأسوا من القنوات السودانيه دي. والحمد لله هسه ربنا جابوا لهم القناه بتاع المقرن ده، هاهل لهم كل الاشكالات دي، يعني أهل كل الإشكالات دي، لأنه بعد يزول بيشوف نفسه سوداني، بيشوف نفسه على مستوى بشكر كثير جدا الطاقم اللي وصلونا هنا في مدينة كوفنتري، ووصلونا هنا يعني على راسهم البروف محمد والباش مهندس إسماعيل، ونشكرهم كثير جدا إنه وصلونا وجا حبشوا مشاكلنا وتونسوا معانا ويرفوا علينا، ونحن اللي عرفنا اللي عليهم. فنحن كلنا الغنى دي قاعدين يعتبروا قناه المقرن ده غنى حقنا، او ده بيتنا. يعني الواحد ما حس انه غريب من قناه المقرن ده. ونشكرهم كثير جدا المره الثانيه، ونشكر الطاقم الفني، وشكرا جزيلا بدين عبد الله. شكرا.